جه وقت ان انا اقص شعري. واضح ان الاطراف مش متساويه وكمان مقصفه شويه. دايما بعمل تريمنج كده واقص الاطراف بنفسي. اول حاجه هقسم الشعر كده من النص، وبعدين ابل كل جزء، وبعدين اسرحه كده من تحت لفوق. اتاكد ان هو اتسلك من بعضه، اسرحه تاني كده عشان اسويه كله ببعضه، وبعدين اجيب استك كده للشعر واربطه. اسرحه تاني برضو، وبعدين استك تاني كده واربطه، واسرح تالت واستك للشعر واربط. اكرر نفس ده هنا، وخلاص كده جاهز. قشط سنون رفيعه واسرح كده شعري. انا هقص بس الاطراف، قص الشعر. نفس الحكايه الناحيه التانيه برضو، انا هقص برضو الاطراف. افك شعري عشان ستيب 2. هقسم شعري جزء ورا وجزء قدام. هقسم ده من النص هنا كده، وهسرح الجزء ده على قدام. دلوقتي برضو اربطه كده على قدام، برضو اربطه، واكرر نفس اللي عملته هنا في الجزء ده. so pretty. يلا اقص واخلص عشان المنظر ده كده. برضو الاطراف اهي. دلوقتي بقى افك شعري، وكده اتخلصت من كل الاطراف المقصفه وظبطت شعري. ده هو كل الشعر اللي انا قصيته. عملت له روتين ونشفته، وجي وقت ان انا اظبط الاطراف شويه. وبكده انا عالجت اطراف شعري المقصفه. العلاج الوحيد للشعر المقصف هو القص.